يسعد أيامكم وين ما كنتم، وين ما بتتابعونا. رمضان كريم علينا وعليكم. بعد الطبخ والنفخ صار بدها تحلاية. اليوم عاملين لكم أكلة حلو إن شاء الله. رح نسوي كيك بالبرتقال. رح نمشي معكم خطوة بخطوة، كونوا معنا. بيضات بنخفقهم باليدوي مع كاسة ونص سكر، بنخفقهم لحتى يصير القوام تبع اللزج متماسكين مع بعضهم. بعد منها بنحط كاسة برتقال فريش كمان، نخلطهم ونمزجهم مع بعض منيح. كله شغل يدوي يعني، ما في داعي لمكانات كهربائية، ما في داعي لشيء، مع انه نحن متوفرين عندنا هالشيء هذا كلياته، بس نحن عم نحاول نوصلكم للشغله انه بالادوات البسيطه، الادوات اليدويه، لا بعازي لا كهرباء. بنمزجهم نخلطهم شوي. بعد منها بنحط الحليب، كاسة ونص حليب كمان الفريش، بنخلطهم كمان مع بعض. واخر شيء بنيجي تقريبا شيء كاستين شاي من الزيت كمان، كلهم بنمزجهم مع بعض. 4 كاسات طحين. 4 كاسات طحين طبعا فوق بدنا نحط فوق الطحين مع المواد الناشفه بدنا نحط ظرف فانيلا وظرفين بيكنج باودر. نجيب البايركس او اي صينيه عندكم، كان بعد منها نسطر برتقال، شرايح البرتقال موجودين باسفل الصينيه. وبعد اخر شيء بنمزج ونحط المزيج كلياته فوق الصينيه. طبعا عندنا الفرن حامي مسبقا على 180 فوق وتحت، بس وقت اللي نحط الصينيه بدنا نطفي فوق ونخلي بس احنا عندنا تحت شغال مشان ما يسمعنا الكيك، لانه يعني اذا من فوق ومن تحت بياخذ حراره من فوق وما بيعود يطلع. هذه ملاحظه كثير مهمه. اما نحن اذا كان مطفي من فوق وشغال من تحت بياخذ القوام كلياته من تحت لفوق. وصحتين معنا.